اخت جوز القروبه بقى قالت لي ابعت لك الحمام واعملوا لي زي بتاع المحلات بالظبط. قلت لها طبعا اغسليه بس الاول كويس كده وابعته لي وهتاكلي احلى حمام طبعا، واحلى من بتاع المحلات. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. معانا الحمام بتاعنا اهوت مغسول ومتنضف وزي الفل، والكبد والقوانص بتاعته كمان مغسوله ومقطعينها قطع صغيره خالص. وهنحتاج كمان رز. اول حاجه على طول بصلايه كبيره مخرطاها او ضربها في الكبه كده في قلب الحله مع حبه زيت. اول ما بيبدا البصل يتشوح معايا كده حوالي دقيقه بالظبط كده، ورشيت عليه رشه ملح صغيره ورشه فلفل اسمر، نزلنا بالكبد والقوانص متقطعه قطع صغيره جدا جدا. هنبدا نشوح فيها حوالي دقيقتين كده بالظبط مع البصلايه، وننزل بقى بورق اللورة. وكمان غسلت رز اهوت ده كان حوالي كيلو الا ربع رز مغسول ومتنضف حلو قوي قوي. على قد الحمام اللي معايا كام حمامية معايا 6. هبدأ بقى اشوح كله كده بالشكل دوت حوالي دقيقة كده، نشوح الرز مع بقية المكونات اللي معانا، وننزل بقى بشوية بهارات فراخ وحبة ملح وحبة فلفل أسمر وحبة بصل بودر مكعب ماجي. هو مكعب واحد بس تفركيه كده، لو حابة لون الرز يبقى أصفر معاكي هتنزلي ب لون زعفران أو طبعا الكركم، يعني نص معلقة صغيرة لو انت عايزة الرز معاكي يبقى أصفر. ونزلت عليهم بكوباية ونص مية، واقلب بقى كله كويس قوي واوطي النار على هادي خالص. هيستوي معايا نص سوا بالظبط، بس هنغطي عليه النار طبعا. خلاص اهو بدأ شرب الميه بتاعته. هاخد بقى هملى الطبق معايا كده كويس قوي، وبقيه الكميه اللي معايا برضو هزودها برضو ميه كوبايه ونص تاني برضو ميه، واسيبه بقى يستوي على نار هاديه خالص يكمل سواه كده ويستوي يبقى حلو قوي قوي. يعني الكميه كلها خدت معايا حوالي 3 كوبايات ميه، كوبايه ونص في الاول كده بقى بالشكل ده معايا. بسيبه يبرد تماما، لازم يبرد تماما عشان اعرف اشتغل بيه طبعا، ميبقاش معايا معجن في قلب الحمام. خطوه مهمه جدا جدا. وسبت بقيه الرز بقى يستوي كده وزودت الميه بتاعته، وبتسيبيه على نار هاديه يستوي خالص. بصوا بقى الحمام مغسول ومتنضف، وبصوابعك كده بتفتحيه من فوق اهوت. بيبقى تحت الحنفيه كمان سهل جدا جدا ان انت تفتحيه بصوابعك كده يعني بالميه. ومن عند الزور برضو بتفتحي الجلد بتاعه كده، بس خلي بالك عشان ايه ما يتقطعش معاكي. حطيت طبعا في الرز حبهان بشيله طبعا، انا عدى 5 فصوص حبهان بالظبط بشيلهم. وشلت كمان ورق اللورا عشان طبعا بيبقى طعمه ممرر شويه في الاكل بتاعه. فانت طبعا لازم تعدي كام فص بتحطيه حبهان وبتشيليه على طول. هي ما جاتش الحته وانا بحط الحبهان يعني بصراحه، فانا قلت لكم اهوت حطيت كمان بقى التوابل حبهان. بحشي بقى الحمامه بتاعتي من جوه كده ومن عند الجلد ومن عند الزور واقفل كده. بصوا بجيب الرجلين بتاعتها كده وادخلها جوه الفتحه دي كده، بس خلي بالك عشان ما تقطعش معاكي. لو اتقطعت هتضطري ان انت تربطي بخيط، هتجيبي خيط وتربطي الرجلين مع بعض كده بالخيط. بجيب بقى من عند الزور اهو بصوا من فوق كده، وبحشي برده بس ما تلميش على الاخر عشان ما يفرقعش معانا، يا دوبك كده يعني ايه حاجه بسيطه. بجيب بقى الجناح كده بتنيه لورا، بصوا بالشكل ده كده عشان يبقى شكله حلو. بصوا الناحيه التانيه برده كده تكسريه كده لورا، وده شكل الحمامية معايا اهيت. بصوا بقى حلو جدا جدا. ما تمنيش اكتر من كده رز عشان ما يفرقعش معانا اثناء التسويه. هعمل قدامكم تاني اهوت، بحشي كده من فوق اهو صوابعي كده بفتح الجلد، وايديك الناحيه التانيه بتدخلي الرز، ومن جوه برده اهو يعني من جوه الحماميه بتبداي تحطي الرز كده بالشكل دوت لجوه، تضغطي بصوابعك عشان ما يطلعش معاكي لبره. من عند الزور برده كذلك اهو تحطي برده الرز اهوت كده. عايزه اقولك الحمام ده طلع طعمه بجد تحفه، وكانت طريقته سهله وحلوه كتير قوي. يعني كل اللي كان منه بصراحه عجبه جدا جدا. وكمان عايزين يجيبوا كميه واعملها لهم تاني يعني مفيش مشكله.
المهم بقى ببدأ الرجلين كده بدخلها كده على طول اهي بالشكل دوت، واكسر بقى الناحية التانية وادخل بقى الرجلين بالشكل ده. طب لو لقيت الحتة دي اتقطعت منك هتعملي ايه؟ زي ما بقول لكم هتجيبي خيط ابيض. بصوا انا بكسر بس الجناح كده اهو، بصوا العكس كده بكسره كده واوديه الناحية التانية، وبصوا لورا كده. الخطوة دي برضو مهمة جدا، بتفرق في شكل ايه الحمامية. بتجيبي خيط ابيض وتربطي بيها الرجلين وعادي جدا. جبت بقى ميه مغليه، حطيت فيها بصلايه، ورق لورا، حبهان، طماطم، ونزلنا بقى وفيها فلفل اسمر كمان، وشويه بهارات كده بتاعت فراخ كمان. حلوه جدا جدا. بدات بقى اسلقه بالشكل دوت. بصوا هو قعد معايا بالظبط، نوع الحمام ده كان نوع رومي. قعد معايا حوالي بالظبط يعني نقول دخل في ساعه تسويه، او نص ساعة نار عالية، وبعد كده وطيت عليه النار خليتها متوسطة وخليته يستوي براحته، وقعد بالظبط ساعة معايا. وحطيت له كمان الملح بتاعه واستوى بقى حلو جدا جدا. قلت بقى استفاد بالشوربة بتاعته كده، وعملت شوية شوربة لسان عصفور. جبت معلقة سمنة او زبدة وشوية زيت، وحمرت لسان عصفور، نزلت عليهم بشوية مية الأول. مهمة أول خطوة دي في عمل لسان عصفور، انزلي بالمية الأول، بعد كده انزلي بالشوربة بتاعتك. بصفي كده الشوربة طبعا عشان لو فيها اي حاجة كده، وبحط الشوربة وخلاص. لسان العصفور سبته يستوي. وكان عندي الملوخية ديت المفرزة مفرزاها معاكم، طلعت برضو كيس وقلت اعمله كده. لازم الشوربة تكون مغلية كده ومطيه النار على هادي خالص. ببدأ افكها، بصي هي لسه طالعة من الفريزر، بفكها بالشكل دوت اهي، ما بسيبهاش بره خالص عشان لا تسودي معاكي ولا تغمقي ولا اي حاجة. بصي بقى على طول كده بتبداي تفكيها بالشوربة المغلية اللي معانا بتاعت الحمام. يعني سبتها دقيقتين ورجعت لها تاني لقيتها فكت بصراحة يعني. اهم حاجة تكوني موطية النار عليها خالص على الهادي. بصوا بتبدأ تفك معايا بالشكل ده. بص بقى سبتها ورجعت اهي فكت معايا على طول. وبديها يعني ما بخليهاش توصل لمرحلة اللي هي تغلي، يعني يا دوبك كده تبدأ داخلة على الغليان، او على طول اديها التقليبة دي واعمل لها الطشة بتاعتها وخلاص عليك. بصوا بقى اللون بتاعها كأنك عاملاها طازة فريش، ولونها كمان حلو جدا جدا، وليها عرق كمان عشان الملوخية دي متخرطة بالايه مخرطة. خلاص اهي جبت بقى معلقه زبده وحبه زيت صغيرين كده، ونزلت عليهم معلقه توم مهروسه. واول ما بيبدا ياخد معايا لون اصفر بننزل بحبه كزبره، وخلاص على كده تحمر معانا بقى على يعني بسيط قوي، ما تزوديش عليه عشان ما تمررش معاكي. وانزلي على طول على الملوخيه بتاعتك. بصوا بقى الملوخيه جميله جدا، ليها عرق زي ما بقول لكم عشان معموله بالمخرطه مش بالكبه يعني. جبت بقى الحمام سلق معايا وبرد تماما، رشيت له رشه ملح، رشه بصل بودر، رشه بهارات كده بتاعه فراخ. وبدات على طول جبت حبه زيت كده حلوين، وزودت لهم كمان مكعب زبده. عايزه اقول لك انت ممكن تدهني الحمام بتاعك في الوقت دوت معلقه قشطه بالفرشه كده توزعي عليه، او تحطيه حبه لبن كده وتبداي تحمريه. انا بصراحه استغنيت على الخطوه ديت وطلع والله لونه حلو جدا جدا. هو زيت وحبه الزبده زي ما انتم شايفين كده، هيطلع لونه ذهبي وحلو قوي قوي. وبتبداي طبعا تحمريه على جميع النواحي وبيطلع حلو قوي قوي. جبت بقى صينيه بالشكل دوت، فرشتها ورق فويل. الرز معايا استوى تماما زي ما بقول لكم اهو، طلعت منه الحبان طبعا. بتاع الحمام اهو استوى، بعمله زي فرشه كده من تحت. والحمام كمان اتحمر معايا اهوت بقى حلو قوي قوي، سخن جدا. مقولكوش بقى كان حلو قد ايه، وما فرقعش معانا في الشوربه. طبعا استغليت الشوربه بتاعتها يعني، خدت منها عملت شوربه وخدت منها عملت ملوخيه عشان احنا هناكله بقى الملوخيه والشوربه كده. وهغلفه لها بقى بالورق الفويل واوديه لها، وخلاص على كده احلى حمام اهوت. بس انا عايزه اوريكم واحده، هي قالت لي باخد لك يعني واحده وكده، بس انا ايه هقطع لكم واحده اوريكم ايه الجمال بتاعها. بصوا عامل ازاي، والزور محشي وعامل ازاي، ومن جوه كمان محشي رز بقى. ممكن تحشوه كمان فريك، اعمله لكم فيديو تاني ان شاء الله بالفريك. برضو فيديو تاني باذن الله هنزله لكم. بصوا بقى الجمال ما اقولكوش. بصوا ومستوي حلو جدا جدا. زي ما بقول لكم الحمام ده رومي، البلدي بيبقى اصغر منه شويه، ده نوع رومي بيبقى كبير كده وحلو قوي. بصوا بقى الحشو بتاعه مستوي ورز فلفل وجميل قوي. وجربوه وما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك في القناه، وانا خدت واحده طبعا من نصيبي يعني.
واشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم. يا سيدي يا سيدي على الجمال، شايفين بقى الحلاوه؟ هو ده.